السلام عليكم أصدقائي متتبعي قناة سناك الأصدقاء، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. اليوم سوف أخصصه للبيتزا. غادي نهضر على البيتزا وكيفاش تكون عندي أحسن عجين ديال البيتزا وأحسن بيتزا في التاريخ. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة وتتبعوا معنا القناة وتوصلونا 30,000 متابع. ويلا نبداو الفيديو ديالنا. طلع الجينيريك. اهم حوايج في البيتزا اللي كيخليو البيتزا تجي زوينه وهو نوعيه الدقيق، نوعيه الصلصه ديال الطماطم اللي كنستعمل، والطريقه باش كندير العجين ديالي مهمه جدا. كذلك الطريقه باش كنخلي البيتزا والعجين ديالي يرتاح باش يخمر، طريقه فتح البيتزا ملي كنكون كنصايب البيتزا، كنحل البيتزا كيفاش كنحلها، طريقه الفتح ديال البيتزا، الفران ودرجه الحراره. كذلك من اهم الحوايج اللي كيخليو البيتزا تطلع زوينه وهي نوعيه الفران والجهد ديالو ودرجه الحراره. اخواني اخواتي، الدقيق او الطحين ديالنا باش نخدمو خاصو يكون من النوعيه الممتازه، الدقيق ديال 00 تيب 00 ديال الطاليان هو احسن دقيق تخدم به البيتزا والعجين ديالك. فيه نسبه عاليه ديال الجلوتين، مصفي بزاف، فعند العجين كيتماسك مزيان وكيشد لك العجين ديالك وكيولي مطاطي لواحد الدرجه ما تصورهاش، يعني فاش كترقق البيتزا ما كتقطعش. صلصه الطماطم كذلك كتلعب واحد الدور مهم جدا، فإلا كنتي كدير طماطم راسك راه خصك تختار احسن انواع الطماطم وكتصايبهم راسك، اللي غادي يكون معنا فيديو خاص بتحضير الطماطم ان شاء الله ديال البيتزا. وكذلك الا كنتي كتشريهم واجدين فخصك تاخذ احسن انواع الجوده. مثلا في اوروبا كاينه موتي من احسن انواع ديال الطماطم اللي كاينه بتقدر تخدم بها. الفران ودرجه الحراره غادي نخلي لكم طريقه العجين حتى الاخر باش نشرحها مزيان. اذا الفران فهو مهم جدا، درجه الحراره مهمه جدا. عندك فران ديال الضوء خصو يكون مجهد ودرجه الحراره ما بين 350 حتى 400. فالمشكل اللي كاين في فران ديال الضوء هو انه كيبرد دغيا، فاش كدير 4 البيتزات 5 متابعين 6 كيبرد. من الاحسن الا عندك فران ديال البيتزا صغير تيهز 4 عاديين ديال البيتزات، خاصك تبقى دير النوبه، تبقى طيب جوج بجوج باش يجيو زوينين، سينو تيبرد الفران وكيولي يخرج لك بيتزا كارمه. بالنسبه للفران من الاحسن يكون كل ما كبر كل ما مزيان، وكل ما كان مجهد الجهد ديالو ديال الضوء فهو تيكون مزيان. كنت هضرت على فيديو على الفران، غتلقاو في صندوق الوصف غتلقاو كل ما يتعلق بالفران. المهم فران ديال العود او ديال الغاز فكيحافظ على درجه الحراره وكيبقى سخون اكثر، كيسخن دغيا، معكس فران الضوء اللي كيتعطل في السخونيه ولكن ما كيشدش السخونيه بزاف ملي كتكون عليه الضغط والخدمه، على عكس الفران ديال العواد. الفران ديال العواد هو احسن واحد، كيشد درجه الحراره وكيوصل لواحد الدرجه مئويه عاليه جدا. كل ما علات درجه الحراره كل ما كانت البيتزا زوينه وكطيب دغيا. يعني البيتزا خصها طيب في واحد دقيقه بحال هكا، شويه قل شويه اكثر، المهم كتكون خصها طيب دغيا البيتزا وتتجي زوينه ومنفوخه ومقرمله ومحمره. هذه هي احسن بيتزا. طريقه فتح العجين فخصك تبدا من الوسط وانت كتخرج للجناب، كتبقى تدفع وتجر تجبد حتى كتخلي الجناب منفوخين، كتخلي فيهم داك الجناب شويه د الغاز اللي كيتنفخ وكيعطي واحد الجماليه للبيتزا. دائما حاول انك تستعمل احسن انواع موتزاريلا، فهي كذلك كتدخل في نوعيه المذاق الجيد للبيتزا. الا بغيتي احسن مذاق خصك تستعمل احسن انواع الموتزاريلا اللي كتكون 100% موتزاريلا، ما مخلطاش بشي فرماج اخر ولا شي حاجه، كتكون 100% موتزاريلا. غتقراها في التيكي باش كنخدموا حنا 100% موتزاريلا. غنوريك دك 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 دك. موتزاريلا باش كنخدموا حنا فهي هذه، كنخدموا بهذه بيتزا 100% موتزاريلا، ماشي بحال مايستريلا ولا شي حاجه اخرى اللي كتكون مخلطه ببعض الفرماجات مثلا الامينتال ولا شي حاجه كيعطي واحد المذاق مختلف. اما هذه الا درتي بها البيتزا مارغريتا كتجي مارغريتا، كتحس بالمذاق الرائع. عدنا والعود احمد. دائما حاول دير ما تقويش بزاف الموتزاريلا،
باش ما تلصقش للناس في اللسان. ما تقويش بزاف صوص طوماط باش ما تجيش حامضه البيتزا بزاف. دائما خصك تكون متوازن. الان ندوزو لطريقه العجين واللي هي اهم حاجه في هادشي كامل. هي ملي كتبغي تعجن البيتزا كيخصك دير مثلا غادي نعجنو 5 كيلو ديال الدقيق. نقول لكم الطريقه ديالنا حنا ديال 5 كيلو ديال الدقيق ديال بي زد 3 اللي معروفه في اوروبا، من احسن انواع الدقيق اللي كاين، اللي كيعطيك واحد العجينه رائعه، واحد البيتزا رائعه. كندير اولا الماء 5 كيلو ديال الدقيق فيها جوج يطرو و700 مليلتر، يعني 2 يطرو و700 مليلتر. كندير الماء بارد ديال الروبيني بارد، ولا كان الصيف ندير الماء بارد اكثر. كل ما كان الماء بارد مزيان كل ما كتجي مع السخونيه مع العجين كيجي داكشي متوازن. درجه الحراره اللي خصها تعجن فيها 23 درجه الحراره، يعني باش العجين يكون احسن عجين ممكن تلقاه خص تكون درجه الحراره ديالو 23 دوغري. اذا اخواني اخواتي فغادي نشد 2 يطرو 700 مليلتر ديال الماء. الخميره كتبقى تختلف حسب الجو، الا كان سخون راه كنقص الخميره، كان زايد راه كنزيد الخميره. كنديروا 6 غرام في كل كيلو ديال الدقيق، كتعطيك 6 في 5 كتعطيك شي 30 غرام تقريبا ديال الخميره. حاول دير غير 25، وكل ما نقصتي مزيان وعلى حسب انت واش محتاج العجينه في نهارها ولا غادي تخدم بها مازال حتى الغد ليه. كنصحك اخي اختي دائما العجينه توجدها ديال اليوم تخدم بها غدا وبعد غدا، يعني ما تخدمش بها في نفس النهار. احسن انواع العجين ديال البيتزا هو اللي كيكون فايت 24 ساعه ديال الخميره. اذا قلنا كنديروا الماء 2700 مليلتر، كنديروا الخميره ديالنا 25 غرام، كنديروا نص ديال الدقيق، نص يعني 2 كيلو ونص، حوالي النص كنديروا من الخنشه، كنخوي النص وكنخلي النص، وكنخلي البيتزا تدور لمده 3 دقائق الى 5 دقائق. كيتبان لك داك العجين ولا رطاب وتطلق. علاش كندير هذه العمليه؟ باش الجلوتين تطلق والخميره حتى هي تطلق مع الماء. وكنزيد من بعد 5 دقائق 3 الى 5 دقائق كنزيد داك النص الاخر ديال الدقيق. ملي كنزيد الدقيق كنزيد فوقه الملح ما عمرني نديرها مع الماء ومع الخميره، حيت الملح كتقتل الانزيمات ديال الخميره وما كتخليهاش تخمر مزيان وبطريقه جيده. اذا كندير النص الثاني ديال الدقيق وكندير فوقه الملح، وكنخلي العجين يدور لمده 10 دقائق. كيبدا يتجمع، كيبان لي بدا يتجمع، كنزيد الزيت، واحسن حاجه تزيدها وهو زيت الزيتون. كدير زيت الزيتون، وتقدر دير حتى الزيت العاديه. الا زدتي زيت الزيتون فخصك تزيد واحد الكاس كبير، يعني واحد الكميه كبيره، حيت زيت الزيتون ما فيش بزاف الدهنيات بحال الزيت العاديه. الزيت العاديه ديال الماكله ديال المائده، زيت المائده كدير نص كاس، او المهم تدير قل من زيت العود، ماشي بحال زيت الزيتون كديرش نفس الكميه. زيت الزيتون دائما قوي، الزيت الاخرى دائما واحد شويه ما تقويش بزاف. وتتشوف داكشي تتشوف انت كدير الزيت وانت كتشوف كيفاش كيتجمع العجين وكيفاش كيتنقص داك الزيت، ما كيبقاش، كتولي العجين رطب وزوين. الا بغيتي تزيد تصرع العجينه تقدر تزيد واحد معلقه ديال كريم فريش، هذه تقدر تزيدها في الماء في الاول، ولكن راه ماشي ضروري، يعني ماشي شي حاجه اللي ضروريه. انا قلت لكم اللي ضروري ديرو في العجينه، يعني تتخلي العجينه ملي كتجمع كتزيد واحد قسم، يعني كتزيد واحد 5 دقائق اخرى ديال العجينه. في التوتال كتعطيك واحد 20 دقيقه ديال العجين، يعني 5 دقائق الاولى في 10 دقائق في 5 دقائق. ملي كتجمع لك ديك العجينه مزيان كتبان لك مزوينه رطبه، كتهزها وكتجمعها، كتردها كره واحده وكدهنها بالزيت. كدير الزيت في يدك وكدهن العجين. ملي كدهن العجين تتغطيه بالسلوفان بلاستيك وكتخليه تطلق واحد 10 دقائق. 10 دقائق كنجي كنقطعو وكنديرو كويرات كنديرهم في الباك ديالهم، وكنخليهم لمده 15 دقيقه حتى لنص ساعه حسب الجو بارد سخون. الا كان الجو سخون ندخلها دغيا، الا كان بارد ندخلها معطله شويه نخليها تخمر شويه. تيبان لك العجين تتبان لك البول ديال العجين طرخات وتنفخات واحد شويه، وتتقيسها بيدك كيبقى لاطراس ديال الصبع ديالك مخشي في العجين. عرفها واجده ومطلوقه ومرتاحه.
مالحه. اذا هذيك الساعه تقدر تخشيها في الفران، ديك الساعه تقدر تخشيها في الثلاجه. ملي كديرها في الثلاجه، هنا الثلاجه اش كدير كتنقص ليها السرعه ديال التخمير، وكتخليها تخمر بشويه بشويه بشويه. كتعطيك تقريبا 24 ساعه هي 8 السوايع ديال التخمير تقريبا، بحال 24 ساعه كتعطيك بحال قلتي 8 السوايع برا. يعني 8 السوايع هي احسن وقت الخميره ديال البيتزا. 8 السوايع يعني خامره ناضيه، يعني باش انت تكون عندك بيتزا واجده. الغد ليه ان شاء الله غادي تلقى العجين في الثلاجه ناضي مزيان، الخدمه رطب كلشي. غتجبد العجين ديالك، غتحل بالطريقه اللي قلت لك، ما تخليش بدا من الوسط وحل في الجناب. دير صوص طوماط موتزاريلا ديالك وعمر شنو تدير في البيتزا وخشي في الفران. الى ذلكم الحين ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا كانت شي حاجه ما واضحاش عاود كتب لي كومونتير ونشرح لك شنو ونفهمك مزيان. وما تنساش بان كل شاف وكل واحد كل صناك كيفاش كيدير العجين ديالو، كل واحد وكيفاش كيدير الطريقه. فانا كنقول لك الطريقه اللي فريمون قريناها وتعلمناها في المدرسه، عاد دزنا كنديروها في ارض الواقع. الحمد لله خدينا عليها شهاده ديال انسان خدم اكثر من 20 سنه، كان تيخدم بالبيتزا عاديه، كيدير العجين تيجي تيخوي الماء تيخوي كلشي الملح وهذا وكيعجن. فملي جيت خدمت معاه في البيتزا يولو، عنده سنوات ديال الخبره. ملي جيت وعجنت عنده كنت مبتدئ، ولكن العجينه اللي درت ليه قال لي والله ما عمرني خدمت بهذا العجين هذا وبهذا البيتزا هذه اللي درتي احسن عجين شفته. خدمت مع واحد في باري عنده اكثر من 20 سنه ديال البيتزا، كيخدم كيصايبوا العجين ديريكت، يعني كيخويو الماء، كيبقى يجي العجينه مره جاريه مره بلا عبار بلا والو. ملي صايبت ليه البيتزا العجين ديالها عرفتي حمقو، قال لي ما عمرني شفت هذا العجين هذا بهذه الطريقه. في الاول كان يضحك عليا فاش بديت كنعجن، قال لي اش دير هذاك الشيء التخربيق، هذيك كل حاجه بوحدها التخربيق. قال لي من بعد قال لي راه عندك احسن باط واحسن عجين ديال البيتزا. حيت دابا بنادم كيبقى يقول لك لوح الماء ولوح هادي ولوح هذا بحال كلشي كيتخلط. راه ماشي بحال راه ممكن دير عجينه، ماشي ممكن دير عجينه، ولكن راه باش دير احسن عجينه، باش دير عجينه كما ينبغي، راه فيزيائيا هما قارينها هكا. يعني ملي كتخلط الخميره مع الملحه كيميائيا كيولي داكشي ما الخميره ما كيأثر فيها الملح، ما كتبقاش تمشي كما ينبغي. وراه القرايه اللي قرينا راه بالعبار وبالضوابط بالقرايه، يعني داكشي بالحسابات، 1 زائد 1 كتساوي 2 عابرين. هما في العبار كيعبروا الماء. ايماجين تخيل انهم كيعبروا الماء، حنا غير قلنا الماء. دابا ديك العبار ديال الماء في الطاليان راه كيعبر الماء كيعبروا، ماشي كيدير لي طروات، كيدير العبار ديال الماء. فهمتي كيفاش؟ باش يجيب البيتزا واعره وعلى حقها وطريق. كيعبروا الماء وكيعبروا درجه الحراره ديال الماء، كيعبروا درجه الحراره ديال الدقيق باقي هكاك، تيعبروا درجه الحراره ديالو. وملي حنا فاش كنا نقراو كنا شي ما كنديروه في الثلاجه. فهمتي كيفاش؟ بونجور وتهلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.